السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناتكم أخبار الساعة. معي إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. نشكركم كثيرا على تفاعلكم على الفيديو السابق، على تعليقاتكم الطيبة. طبعا اليوم حديثنا عن الزيادات معاشات التقاض على الرابل على القيمة تنتعى للحسابات، والزيادة بالنسبة لمعاشات المنقولة. عدة مواضيع أدهمكم كاملوا معنا الفيديو تستفادوا من كامل المعلومات اللي رح ننقلها لكم، والأسئلة اللي أسئلتوها لي في الفيديوهات السابقين. طبعاً قلنا اليوم كلامنا عن زيادة معاشات التقاعد أو للمتقاعدين، طبعاً خاصة بعد تصريح الرسمي للمدير العام لصندوق الوطني للتقاعد، وبعد الجدل والتشكيك اللي شفتوا في الفيديو السابق. بعض التعليقات لمتابعين قالوا لي هذا الفيديو راب قديم. أمامكم الصفحة اللي جبت منها الفيديو وأنشرته لكم، الصفحة الرسمية للصندوق الوطني للتقاعد الجزائر. أنا أمكم، اللي يحب يتأكد منها فقط يدخل ويشوفوا بعينه الفيديو. جديد ما هوش قديم، عنده 5 أيام، وأنا عمري لا جبت حاجة قديمة ولا غشيت المتقاعدين، بالعكس، على عينه وعلى رأسي اتقتهم عندي بال. وأكيد كامل المتابعين وكامل الفئات اللي نتناولها ونتكلم عليها، عمري ما انخدعت حد، عمري ما عطيت الأوهام. بعد الناس الأوهام وهي ما هي شيء حقيقية، لله الحمد، والله الشكر مستمرة في مصداقتي. طبعاً وأكبر برهان إنه الناس راي معايا، كل مرة تنضف للقناة انتاين يقولهم مرحبا بكم كامل، وإن شاء الله يا ربي يفرجها عليكم وربي يبص عليكم الرزق ويبارك لكم فيه. أول حاجة لازم تفهموها خابتي لازات، كاينة زيادتين. نعم، هي الكثير من الناس حسبتهم يحسبوا حسابات، ما فهمتش أنا كيف يحسبوا. بالله العظيم يعني شيء محير. حسابات ريبينة، طريقة الحساب مش موحدة على جميع الفئات في البداية. أولاً، بعض الجهات كانت تحسب النسب مباشرة، لكن التصريح الرسمي وضح أن التطبيق يتم على مرحلتين. أولاً، يتم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، يرفعهم للسميق ل24 ألف دينار جزائري، وهذا الرفع سيكون موازي مع رفع الحد الأدنى للأجور. بعد ذلك تطبق زيادة التثمين السنوي اللي هي 5% و10%. الكثير منكم النسبس بهذه المعجبات الحقيقة، زيادة ليست كبيرة كما توقعوها، كما رأيناها العام الماضي عام 2024 كانت زيادة معتبرة لا نكذب الله، ونحن لا نتذكر سبيقاتها، لكن كل عام خير وكل عام مباركة، وقولوا ربي سبحانه وربي بارك لكم فيها، وربي إن شاء الله يوسع رزقكم، وربي هو الشدة فيه سبحانه، فالإنسان يشد فيه ربي، واستفاء الخير، وإن شاء الله كما تعرفوا أكدها صراحة المدير العام لصندوق البطنية التقاعد، وشفنا قد خرجت اليوم تخلص 5 ملايين، لن يزيدك على 5 ملايين لتدخل حالياً، بل يحسبونك على المعاشر كما خرجت اليوم تقاعد. مثلاً خرجت اليوم الشهرية الأولى، يحسبونك عليها المعاشر، حتى لو كانت المعاشر 10 ملايين. فهمتوا عن المعاشر الأولى كذلك؟ هذا الأمر مهم جداً، خاصة للناس الذين يدخلون التقاعد بنفس الراتب تقريباً. الراتب تحمل لا يزال جداً. كما قررنا تقاعد زوج ملايين، زوج ملايين 200 وزوج ملايين 300 فقط، ويسألني عن التقاعد في نوفمبر 2024. يتحسب لكم زيادة السنوية، زيادة الخنوة، الهدر الشالية، سواء استثنائية أو رفع الحد الأدنى للأجور. هذيك يتدخل لكم، تدخل لكم، لكنها درع التثمين السنوي حتى إن تفوت 18 شهر، يعني عام و6 شهر. فهمنا؟ باش عايز تدخل التثمين سنوي عام 2026. الفئات التي ستستفيد منها أكثر من الفئات الضعيفة، خاصة معاشاتهم في حدود 2.2 ملايين، 2.2 ملايين و200 ملايين و2.2 ملايين و100 ملايين و2.2 ملايين و300 ملايين و2.2 ملايين و400 ملايين حتى تصل إلى 2 ملايين. هذا كامل تعتبر معاشاتهم ضعيفة، وهم المعنيون مباشرة بتطبيق رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون اللي هو سينامجي. بعد رفع الحد الأدنى خلاص تخلى على رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين. هنا رح تجي الفئة الأخرى اللي قريباً 10% و5%
لما تضاف لمعاشات المتقاعدين والمنح. هنا حتكون هناك هذه الزيادات تخضع لاقتطاع. كاين اقتطاعات، كاين ليرجي، وكاين الضمان الاجتماعي. وتدخل طبعا هذه في إطار التثمين السنوي، هي اللي رح طبعا من خلالها يتم الاقتطاعات. حاجة واحدة لازم نعرفها، إنه كاين هناك فئات معفات، وكاين فئات رح يمسها تخفيض، وفئات رح يدخلها اقتطاعات. الفئات اللي عندها الإعفاء وعندها التخفيض رح يكون واحدة، أي يكون عندها فقط الضمان الاجتماعي، حاجة قليلة فقط. الفئة الأخرى رح تمسها اقتطاعان مخفضان، والفئات الأكبر رح يتمسها اقتطاعان، وكل ما يكبر المعاش كما يكبر الاقتطاع. دوكم فاهمكم. المنح كذلك رح ترفع، المنح رح ترفع، لكن مشي بنفس الطريقة للمعاشات، لأنه كان اختلاف بين المتقاعدين. عندهم مدة الاشتراك ونسب الاقتطاع، كان يوكوتيزي طبعاً أقل من 15 سنة، وهذه تمثل من منحة كما نقوله، وكان يقتطع له أكثر أو أعمل اشتراكات أكثر من 15%. وكل ما تطلع طبعاً هو المعاش بين يطلع والاشتراك تاعك يكون أكبر، فحد التقاعد تاعك يجي كمله. طبعاً هنا طبيعة العمل طبعاً كذلك عنده معنى، يعني مدة فترة العمل تاعك. شحل ختمتي ويخدمتك كثيراً، كنت أعمل في المنحة 25 أو 22، ويأثر على المعاشر. كلما أعملت أكثر يكون المعاشر كبيرة. الحد الأدنى أقل منحة 18,000 دينار جزائري، وأقل منحة 24، وليس منه يخلص. أقل من 18,000 يعني 1.8 مليون، وليس أقل منه. منذ 2,400 دينار أن يكون المحصورة من 20,000 إلى 24,000 دينار جزائري. يرفع المحصورة من الحد الأدنى لأنها ستريبة عندهم غير اقتطاع خفيف خلال اللي هو الضمان الاجتماعي. والفئات المحصورة ما بين 3 ملايين و4 ملايين و250، هذا عندهم تخفيضات ضريبية. يعني مثلا في العود اللي ينحولك 150 ألف، اقتطاع ينحولك فقط 100 ألف، فهنا وينحولك 50 ألف فيه تخفيض. وما بين 5 ملايين دينار فما فوق تبدأ الاقتطاعات الضاربية. كل ما يطلع على المعاش كل ما تطلع معه الضاربة. بخصوص الأثر الراجعي، هذا اللي سألوني عليه بالزعف. صحيح، يعني ما تمشي يعني التصريح به صراحة، لكن هذا ما يعنيش ما كانش رابال الزيادات السنوية تخص ماي 2025 فتاليها 9 شهر، وما يعني أكيد ما كانش تقول لك تتلغى. طبعاً هذه الأمور عندها نصوص تنظيمية، عندها نصوص تطبيقية. التأخير راه فات حوالي 9 شهر. إن شاء الله يكون هناك رابط وتأخذ الأجر بعين الاعتبار، لتخرج الجريدة الرسمية عندما يتطبق الأجر في الحلقة الأدنى للأجور، ويكون دور 8 سنوات. سيخرج بالجريدة الرسمية ويتناول كامل هذه النقاط، ونحن سنحصل على هذه النقاط، وأنت لتجدها في القناة، لكي يكون هناك أشخاص يدخلون المنصة ويجدون الزيادات في المنصة. هذا أمر عادي، لأنه يوجد زيادات في المنصة كل مرة قبل أن تصرف فعلاً. هذا الظهور الآن لا يعني أنها غير موجودة بالنسبة للمعاشات المعقولة. أي زيادة، سواء كانت سنوية أو استثنائية، لا تضاف مباشرة للمعاش المعقول، يعني لا تلقاه لمرة هذه في المعاش المتحب، بل ستلقاه في المعاش الأساسي للمتاح الزوج المتوفي. وبعد، الدولة المسؤولين سيقسموها على الزوجة واليتيمة، وإلا يعطوها لها مباشرة للزوجة. وهنا طبعاً تحسب النسب المستحقة. مثال توضيحي: إذا كان معاشر أساسي زوجة ملعية وزادوا لك 400 ألف، المستفيد هنا يحصل على 50%، فرح يتحصل على 200 ألف. فهمتوني؟ لأن الزيادة تحسب على 50%، فرح يتحصل على 200 رفع. فهمتوني؟ لأن الزيادة تحسب على المعاش الأساسي وليس مباشرة على المعاش المنقوب، يعني يحسبوا لك على المعاش قبل أي زيادة كانت. في الأخير، نحب نأكد لكم إن هذا الكلام تصريح رسمي وحديث، ماشي معلومات قديمة ولا إشاعات، والدليل موجود والتصريح خرج. طبعاً منذ 5 أيام وعدنا فيديو إن شاء الله رح ندير لكم زير تسبي وصوان دير صندوق الوطني انتقال وجهه. صرح طبعاً إن شاء الله 2026 هذه إن شاء الله ما تكونش غير هذه الزيادات فقط، ورح يكونوا زيادات آخرين في معجة المتقائلين ك8 سنوياً قادمة. زيادات في الأجور اللي ينتظرها خاوتنا الموظفين والعماد
حتى من حد البطالة تكون خلال هذا الشهر. جذباً بحول الله. بحول الله طبعاً. كل شيء بالمكتوب. وطبعاً تدخل لحسابات وديداتنا. نحاول دائماً أن نقدم لكم معلومة مؤكدة. فقط أي جديد، أي تصريح رسمي سنجلبه لكم كما هو. وأي معلومة فيها فائدة لكم سنوصلها لكم. هذه الزيادات. خفضنا الأسعار، نحب القدرة الشرائية تزيد. نحب يكون رفع في معاشات يكون لائق بكرامة المتقاعد. كذلك منحة جزافية للتضامن. اللي نتمنى يا ربي العزيز إن شاء الله تكون هذا العام سيدة سورية مولوجي تكرمنا بهذا الرفع عن تلك المنحة، اللي نتمنى وإن شاء الله تمس كامل فئاتها، لأن 7000 دينار جزائري ولا 1,200,000 راي ما تدير والو في وقتنا هذا. جينا لآخر الفيديو. نشكركم كثيراً لحسي إصغاء والمتابعة. تحلوا في رواحكم، تحلوا في بعضكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله فيه خير. لينا وديلكم يا ربي تحلوا لي في رواحكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.